المصرية على قرارات الجهات المنظمة لهذه الاحتجاجات الضخمة المستمرة منذ 9 أيام في شوارع وميادين المدن المصرية للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك ورحيل النظام. لا أدري إذا كانت ستفرض تغيرات في مواقف القوى السياسية من حزبية وجماعات ما إلى ذلك من الحوار مع النظام، مع عمر سليمان أو مع الرئيس مبارك. لا ندري أيا يكون الخيار. هو موقف جديد، هو وضع جديد. برز البعض ممن يحذرون من انقياد البلد وانزلاقها إلى حرب أهلية. موقف أفاد به مصطفى بكري الصحفي في القاهرة. هناك دخان، نرى في يمين الشاشة دخان ربما ينطلق من منطقة ميدان التحرير، لا ندري طبيعة هذا الدخان حتى الآن. هناك حريق في الصورة كما نرى في أحد المحال القريبة من ميدان التحرير، عند مدخل ميدان التحرير من الجهة التي كان يهاجم بها المهاجمون المتظاهرين المعتصمين في الميدان. أين اللهب؟ ما زلنا نرى اللهب في هذه الصورة. في هذه الأثناء أفادت المصادر من الإسكندرية أن مئات الآلاف خرجوا في الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. هذه الصورة إذن من القاهرة. ما زلنا عند مدخل ميدان التحرير، عند أحد المداخل القريبة من المتحف المصري، حيث على يسار الشاشة المهاجمون من أنصار الرئيس مبارك، وفي الجهة اليمنى حيث هناك آثار الغاز المتصاعد، ربما من الحريق، ربما من قنابل مسيلة للدموع، على الأغلب أنها من الحريق، في معسكر المعتصمين والمتظاهرين هنا. ومعنا مرة أخرى من